السلام عليكم، تبارك الله عليكم خوتي المغاربه. نتمنى تكونوا مزيانين بصحه مزيانه. صراحه ما متعودش على انني ندير هذا النوع ديال لي فيديو، ولكن اللي خلاني اليوم ودفعني اليوم على انني ندير هذا الفيديو هو الحب ديالي والغيره ديالي على الوطن، وكذلك الغيره ديالي على الشباب ديال البلاد ديالي. آه، كل الشباب او المغاربه بصفه عامه كيطمحوا لتحسين الوضعيه، وكل شيء باغيين التغيير. لا يعني التغيير لا في ميدان التعليم، لا في قطاع الصحة. بالنسبة للشباب والأمر يخص الشباب، بالنسبة للشباب الطلبة المنح، كذلك بالنسبة للشيوخ إذا التقاعد. يعني هذا الشيء كيهم المغاربة كاملين. ولكن يعني من تجولت وشفت وخرجت وتكلمت مع الشباب في بلادنا، الأغلبية ما يصوتوش، ولا الأغلبية باغيين يقاطعوا الانتخابات. علاش قاطع الانتخابات؟ التغيير الا حنا ما درناش حنا، اولا الا ما غيرناش حنا الاساليب ديالنا وكيفاش كنشوفوا المستقبل ديال بلادنا، عمر الوضعيه ما غتبدل. كيفاش نتوما باغي تصلح الوضعيه؟ واش باغي تصلح بوحدها تنزل من السماء؟ يعني حنا الا ما ساهمناش حنا، كيفاش شكون غادي يجي يعاوننا وشكون غادي يصلحها؟ حنا الان عندنا انتخابات في 7 اكتوبر، والناس كاين اللي مقاطعين والناس كاين اللي ما باغيش، وواحد الجو ديال التشاؤم. حتى ملي كتكلم مع الناس كتهضر معاهم يقول لك ايوا ما داروا والو اللي قبل، الحكومات اللي قبل دائما نفس الشيء، او فوتينا وما داروا لنا والو. واخا انت صوتت على هذوك الاشخاص وما داروا لك والو، صوت على واحد اخر. عندنا طاقات شبابيه اللي دخلت في اللوائح الانتخابيه جداد، وعندهم طموح وعندهم برامج زوينه، ولكن خصنا نعطيهم فرصه. كيفاش انت غتحكم عليهم بلا ما تعطيهم فرصه وبلا ما تشوفوا شنو غادي يديروا في التيران؟ ماشي هكا الامور كتصلح. اذا حنا والفوت راه مهم، لان شوف قوه الشعب كتبان في الفوت، كتبان في التصويت. تما فين تبان قوه الشعب. لان الا خرج النتائج بعد الانتخابات ولقاو 30% او 35% اللي صوتت، هذيك الحكومه مول الانتخابات من غتشوف 30% اللي صوتوا، غادي نقولوا سوا يعني الشعب راه عايش بخير، 70% ديال الشعب راه طوب، ما خصها حتى شي حاجه وراها راضيه بالوضع، سوا ما مسوقينش. اذا هذيك الحكومه غتقول لك ما كاش اللي يحاسبني، ندير اللي بغيت، نزيد في اللي بغيت، ونهبط اللي بغيت، ونخرج اللي بغيت، وندخل اللي بغيت، وما كاش اللي يقول لي. ولكن تخيلوا معايا الا كانت واحد القوه كبيره اللي صوتت، نتخيلوا حنايا مول الانتخابات كاين 90 ولا 95% اللي صوتوا. اذا الشعب بدا يوعى، الشعب بدا يوعى، والشعب باغي التغيير وباغيين يحسنوا الوضعيه. اذا هذيك الحكومه غادي قبل ما دير شي حاجه غتقول لك هاد 90 ولا 95% اللي صوتوا عليا غادي يحاسبوني. وما نكذبش عليكم، انا اول واحد غادي يحاسب الى الحكومه يعني دارت شي حاجه او اتخذت شي قرار او دارت يعني او ما وفات بالوعود ديالها. ياك حنا هذا ميساج، رساله مهمه للشباب، لان الشباب يعني هم لان الشباب هو المستقبل ديال البلاد. والناس اللي غادي يصوتوا ما تنساوش واحد القضيه، مهمه بزاف. داك الصوت ديالك ما يتشرى لا بمال لا بذهب لا بحتى حاجه، لان داك الصوت ديالك هو المستقبل ديال بلادك، المستقبل ديالك انت. والا باغي تضمن لولادك عيشه مزيانه وما يخصهم حتى شي خير، خصك من اليوم تبدا توجد لهم الطريق. باش توجد لهم الطريق؟ بالصوت ديالك. غير الصوت ديالك خصك تعرف لمن تعطيه الرجل المناسب اللي غادي يتحط في المكان المناسب، واللي غادي يخدم الشعب، ماشي غادي يخدم مصالح ديالو هو وعائلته ولا الناس اللي قراب والناس اللي قراب ليه. انني نهضر معاك كمواطن مغربي، انا مانيش نهضر معاك كانسان متحزب. انا فنان، انا الحزب ديالي هو الفن، وقبل الفن انا مواطن. انا ما منتمي حتى لشي تيار سياسي، ما متحزب، ما عندي ميول حتى لشي تيار سياسي. رغم بزاف الناس شافوني على انني دائما مع واحد الصديق ديالي اللي هو هشام الصغير، هو رجل سياسي ورجل يعني صديق ديالي، انا صديق يعني من قبل السياسه، صديق الطفوله ديالي، وتجمعني معاه اعمال خيريه، صداقه لا علاقه لي بالسياسه. ولكن هذا الميساج للشباب مانيش نقول لكم صوت على شي حد، ولا انا نقول لك عطي الصوت وعرف لمن تعطيه، ولكن ما تجلسش ذاك النهار ديال التصويت يا تصبح ناعس يا دير رجل على رجل في القهوه وتقول ومن بعد الانتخابات تقول ايوا حتى حاجه ما تبدلت، ايوا راهم زادوا لنا في الزيت، ايوا طلعوا لنا البوطه، ايوا زادوا لنا في الماء، زادوا في الضوء، وانت ما مصوتش. انت واجب وطني ما قادرش تقوم به. راه التصويت راه واجب وطني،
راه واجب عليك هاد البلاد بلادنا، حنا كنسالو فيها، حنا الشعب حنا هما المسؤولين الوالا، حنا هما اللي خصنا نخدموا البلاد، ما نستناوش واحد اخر يجي يخدم علينا ولا عاد يخدم لنا هو البلاد. حنا وشوف، انا باغي التغيير نتوما باغيين التغيير ياك، والان جا وقت التغيير. اذا واش راك تستنى؟ غادي تجي غدا تبقى تشائم؟ خصنا شويه تفاؤل، شويه نعطيو فرصه لهاد الشباب اللي بداو جداد. هاد الشباب والله العلي العظيم الا جلست وهضرت معاهم، هضرت وشفت برامج ديالهم، الناس باغيين يخدموا. ما غاديش اون فا با جينيراليزي نقولوا الناس كاملين، لان انا ما جلستش مع الناس كاملين، ولكن نعطيهم فرصه، وان شاء الله الواحد يكون شويه تفاؤل. ونتمنى من الله ان شاء الله بعد هذه الانتخابات الوضعيه، وبالخصوص الشباب، انا همي الكبير هو الشباب والله العلي العظيم، لان راح نشوفوا الشباب باغي بزاف ديال الحوايج ولكن ما لاقيش ليها الجهد. الحاجه الوحيده اللي غادي يقدر يلقى لها الجهد وسهله وفي متناول الجميع هي يوم 7 اكتوبر. غادي تجي عندك ورقه، غادي تنتخب على واحد السيد، وغادي تمشي لواحد الصندوق وتحطها ورجع اللور صافي، واستنى النتائج ان شاء الله. ونتمناو ان شاء الله هاد الناس اللي غادي يطلعوا غادي ينجحوا على انهم يهتموا مشاكل الشعب. تبارك الله عليكم خوتي، وتحيه من القلب من خوكم الدوزي، وتحيه للمغاربه الحرار، وتحيه لبلادي كامله. تبارك الله عليكم.